الزمالك بيتعادل مع الاتحاد السكندري في افتتاحيه الدوري الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم كده بدني لعيبه الزمالك مش هيسعفهم في باقي الموسم او لحد التوقف الدولي بتاع سبتمبر. دي حاجه. من بعد الدقيقه 60 كده شفنا الزمالك بدا يقع واحده واحده كده في البدني. الشوط الاولاني الزمالك عمل شوط كويس جدا وكان فيه لعيبه ممتازه زي محمد شحاته، زي ادم كايد، عدي الدباغ بيحاول، عمر جابر بيحاول، لكن كان في فرصه قدامه ان هو يشوط اكتر من مره وكان بيفضل ان هو يعمل عرضيه. لكن غير كده الزمالك كله ارتجال في ارتجال، مفيش حد عقل يقدر يلاعب الفريق ده كوره. ده انا بتكلم هنا عن عبد الله السعيد، وبرضه مفيش لاعب حلول فرديه زي بيزيرا. فالزمالك كان مفتقد الاثنين دول جدا. بيزيرا مش خطورته بس في الفرديات، يعني لاعب زي ده هيقرف لك المدافعين، ممكن ياخد فاول، ضربه جزاء، انت افتقدت لاعب زي ده. وكمان غياب عبد الله السعيد، فده برضه كان مؤثر على شكل الزمالك في ان هو يعني يعمل حاجه مختلفه. انت كل ما الكوره توصل لاي جناح في الزمالك اول تفكير في دماغه هلعب عرضيه. تلعب عرضيه لواحد يعني ناصر منسي النهارده تراعن في اللعب، يعني اداء وحش جدا، تقيل، واضح ان هو كان متقل شويه في الاجازه. فبدايه يعني بمناسبه ان ما كانش فيه فتره اعداد، فالزمالك لحد ما كان واقف على رجله شويه لكن متاثر بغياب لعيبته. فالزمالك كنت انا متوقع ان هو يبقى بشكل اوحش من كده. فعامه لسه الدوري طويل ما نحكمش عليه دلوقتي. فبس كده يا سيدي، سلام.